دلوقتي يا شباب احنا في الفيزيكال لاير هي بتحتوي الهاردوير نفسه والبورتس والكونكشن ما بين الأجهزة وبعضها والتواصل آه، ك كباينري. فده كله في الفيزيكال لاير. الكهرباء اللي بتعدي في السلك ده كمان فيزيكال لاير. تمام. فدلوقتي أول حاجة قدامنا هي الفاير وول، بيعمل كنترول على الترافيك كلها. فمثلا اللي قدامنا دلوقتي اللي هو الفورتي جيت هو بيعمل كنترول على الترافيك. فمثلا احنا ممكن نقول له عايزين مجموعة الأجهزة دي ما تتواصلش على النت نهائي. تمام. بيعمل مثلا بورت فوروردنج، ده هنحتاجه وهنتكلم عنه قدام شوية، لأن في الكلاود انت ممكن تعمل ويب سيرفر. تمام. الويب سيرفر ده هو بيحتاج ان الناس اللي بره على الوان يوصلوا على بورت 80 او 443. فهنا انت بتحتاج تعمل حاجة اسمها بورت فورورد، بيبقى هنا البابليك اي بي، هنتكلم عنه بتفاصيل اكتر قدام. البابليك اي بي هنا ده في برايفت اي بي، وبعد كده انت بتعمل حاجة اسمها بورت فورورد علشان خاطر توصل الحاجات دي ببعضها. فنرجع نتكلم عن الفاير وول ونقول ان هو بيعمل بورت فوروردنج. عندنا كمان بيعمل ترافيك شيبينج مثلا. تمام. وبيقدر بقى بيعمل كمان راوتنج، فهو في جزء فيه راوت. لو انت عايز تعمل حاجة ادفانسد راوتنج فمش بالفاير وول بس، الفاير وول بيسبورت الراوتنج وبيسبورت بنوعين وهنعرفهم قدام. بس دلوقتي هنقول هنت ان هو في منه ستاتيك وفي منه دايناميك. تمام. بيسبورت كمان المونيتورنج، انت تقدر ان انت تشوف بشكل ما إيه اللي بيحصل على الشبكة بتاعتك. هو بيعمل كمان بيسبورت كمان ال VPN وتفاصيل أخرى. تمام. فده اللي ممكن يعمله الفاير وول عندك في الشبكة. في تفاصيل أكتر، أكيد في تفاصيل أكتر. هو بيسبورت كمان هنا الكات اللي هو التوصيل النحاس ال RJ 45. وبيسبورت كمان في هنا بورت اهو الفايبر. تمام. دلوقتي ده سويتش. السويتشات هي لها انواع كتير واشكال كتير، ده شكل من اشكال السويتشات. وهنا دول مجموعة الفايبر بورتس، والباقي ده كله هو ال RJ 45 اللي بيشتغل بالنحاس. الفايبر بيسبورت سرعات عالية، ممكن يوصل 10 100 اوقات 1000 جيجا. الكات في منه 1 جيجا، في منه اقل شوية، في منه 2.5 جيجا. في سرعات برضو بتسبورت، بتختلف في السبورت من الكات والفايبر. الفايبر طبعا اسرع كتير. الفايبر هو ضوء، سرعة الضوء. فهو اللي بيحجم شوية السرعة بقى هي الحاجات المستخدمة، نوعية الكابل بقى أو نوعية حاجة اسمها SFP، دي هنشوفها كمان شوية. كويس. طيب، بيعمل ايه السويتش؟ بيوزع الداتا. هنفترض دلوقتي انه واصل هنا مثلا كمبيوتر، وواصل على بورت تاني مثلا طباعة. كويس. فهنا هو لما انت بتقول انا عايز اطبع الحاجة دي، فالسويتش بيقدر ان هو يحولك للبورت اللي عليه الطباعة. ماشي. يعني انت بس بتقول انا عايز اطبع الورقة دي، فهو بيوديك زي ضابط المرور كده، هو المسؤول عن توجيه الترافيك. في السويتشنج بيبقى هنعرفه في الداتا لينك لاير، بيبقى في حاجة اسمها فيلان. الفيلان هي بتفصل شوية النتورك. فانا ممكن احط مثلا، تعالى نتخيل مع بعض، هنفهم الكلام ده بعدين، بس تخيل معايا ان دي في فيلان 5، وعندي ده الباشا في فيلان مثلا 2. كويس. فانا ممكن اقول له ان فيلان 2 تقدر توصل لفيلان 5 عشان تطبع، تستعمل البرينتر. لكن مثلا لو في عندي جست، هنفترض مثلا ان في لابتوب هنا تاني هو في فيلان، هنفترض مثلا ان احنا عملنا له 10. تمام. فممكن ان احنا عادي جدا
نعمل كنترول بالفاير وول اللي كان هنا، نقول له لا بعد اذنك انا مش عايز حد من فيلان 10 يطبع حاجة عندي. تمام. فانت تقدر تعمل التحكم ده من خلال تقسيم الشبكة لفيلانات او حاجات زي كده. طيب ايه كمان ممكن يعمله السويتش اوقات تقدر ان انت تخليه لما انت بتقسم الفيلانات عندك او الحاجات عندك لفيلانات، ده بيخليه يحجم من البرودكاست. ازاي؟ فاكر لما اتكلمنا في البري بيزكس انه لما انت عايز تاخد اي بي من الدي اتش سي بي، انت بتعمل برودكاست في كل حتة عشان خاطر تاخد اي بي. الجهاز ده واصل لفيلان 10، فبس الجهاز ده هو او هيعمل برودكاست جوه الفيلان دي بس، مش هيوصل لباقي الاجهزه التانية، فمش هيبقى فيه لود في الترافيك. خلاص انت فاصل الدنيا. طب ايه هي الفيلان؟ باختصار هي فيرتشوال لان. تمام. فهو انت عندك البورت من دول، هو كل الجهاز ده هو موجود في اللان. تمام. ولكن علشان خاطر انا عايز افصل الاجهزه عن بعض لاي سبب ما، في سبب سكيورتي، في سبب لود للترافيك، في اسباب مثلا معينه ان انت عايز تقسم الشركه او الاجهزه عندك لديبارتمنتس، كل الحاجات دي. فهو ده اللان بشكل عام لما انت عايز تقسمها لحاجات منفصله، لوجيكالي منفصله، فانت في الحاله دي بتستعمل الفيرتشوال لان او الفيلان. كويس. فيبقى كده السويتش بيعمل ايه؟ هو بيعمل شويه تنظيم للترافيك، وكمان بيقدر ان هو يفصل اجهزة عن بعضها. بيساهم كمان في الانترنال او اللان سيكيورتي. تمام. ممكن برضو في بعض الانواع بيشتغل لاير 3 سويتش، ففي سويتش كمان ممكن ان هو بيفهم الاي بي. تمام. السويتش بيعمل حاجات تانية هنتعرف عليها اكتر المرة الجاية ان شاء الله. دلوقتي دي الاكس بوينت. هنتكلم عن الاكس بوينت من هواوي، غالبا دي بتسبورت الواي فاي 7. الاكس بوينت بتعمل ايه؟ طبعا بتدي واي فاي، ماشي، فهي بتدي لك اكسس على الشبكة سواء كان الانترنت او للانترنال ريسورسز. يعني لو انت وصلت باللابتوب بتاعك على الواي فاي فانت ممكن انك تطبع ورقة، دي الانترنال ريسورسز. ولو وصلت على الواي فاي برضو ممكن توصل على الانترنت. طب ليه بقول ممكن؟ لان زي ما اتفقنا ان الفاير وول هنا هو بيتحكم بيعمل كنترول للترافيك، صح؟ فهو ممكن يسمح لك انك تروح تطبع او لا، ممكن يسمح لك تطلع على الانترنت او لا. تمام. كويس. فهو بيدي واي فاي، بيدي الامكانية للاوثنتيكيشن. ازاي؟ يعني ايه؟ يعني ممكن ان انت تدخل اسم الشبكة وباسورد، وممكن انت تعمل LDAP، ده ممكن نبقى نتعرف عليه بعدين، بس باختصار بتدخل يوزر نيم وباسورد. وممكن ان انت تعمل راديوس، ممكن انت تعمل حاجات كتير تساعدك انك تتحكم في الاوثنتيكيشن بتاع الشركة. فلما يجي موظف عندك عايز يعمل اوثنتيكيت، هو لازم يعمل بال اليوزر بتاعه. فما ينفعش اي حد معدي كده يخش على الشبكة بتاعتك، لا، لازم يوزر نيم وباسورد اللي هم اصلا اتعملوا له لما هو دخل يشتغل في الشركة دي. كويس. في عندنا كمان ان هي ممكن نعمل لاير من السكيورتي. تمام. وكمان ممكن ان انت تحددها بتايم، مثلا تقول له انا بس عايزها في وقت الشغل، وبره وقت الشغل اقفل لي الواي فاي، انا مش عايز يكون في واي فاي. كويس. طيب عشان خاطر نشغل الاكسس بوينت دي، السويتش اللي عندنا لازم يسبورت باور اوفر ايثرنت. زي ما اتفقنا الباور اوفر ايثرنت هو بيوصل مع الداتا كهرباء، فهو السلك الكات اللي هو النحاس بيوصل معاه، زي ما فيه داتا بيكون معاه
باور اللي هي تشغل الاكسس بوينت، وعادة بتكون 15 فولت، في اكتر وفي اقل، بس يعني عادة بيكون 15 فولت. عشان نشغل الاكسس بوينت دي بيكون في حاجة اسمها اكسس كنترولر. الاكسس كنترولر هو بيعمل ايه؟ هنا انت بتحط كل الداتا اللي انت عايز توصلها للاكسس بوينتس اللي عندك. فنفترض لو عندك 10 اكسس بوينتس، انت مش محتاج انك تدخل الداتا بتاعتك او الكونفيجريشن بتاعتك 10 مرات، لا انت بس بتدخلها هنا مرة واحدة، وبتضيف هنا او اوتوماتيكلي الاكسس بوينت بتضاف، وبيبدأ هو يوزع الكونفيجريشن بتاعتها عن طريق حاجة اسمها كاب واب، بس ده تكنيكال قوي فمش لازم نتكلم عنه كتير.